السلام عليكم الزلفلة ومرحبا بكم ناس الجياسكا توجور مع جديد واخبار شبيبة القبائل. راح نحكيو على قضية بودبوز اللي اجل قدومه الى الجزائر وخاصة الى تيزي وزو. دوك نحكيو على الموضوع هذا اللي الغاشي كل راهو يتحدث عن بودبوز. اين هو بودبوز؟ والجنرال لما يسميه الجنرال بن شيخة يوجه خطاب للاعبيه وايضا يضع انصار الشبيبة في الصورة. لايك الفيديو، ابوني في القناة واتركوا لنا تعليق في هذه القناة جياسكا اكتواليتي اللي راهي مكملة للاخبار تاع قناة جياسكا. ناس تيفي ماذا بكم ابونيونا في القناة، دعمونا القناة ماكسيموم. راح نبداو بقضية بودبوز اللي اجل قدومه لانه الكثير من الاخبار قالت، حتى درنا لكم فيديو البارح بلي راح يصل اليوم، ولكن اخبار تقول بلي اجل قدومه لانه ربما حتى نوقف الاشاعات لازم نهضروا. اللاعب راهو في شبيبة القبائل يا جماعه، واللاعب تاخر في راه تنقل من فرنسا للسعوديه لامور اداريه فقط، ربما بعض الامور الاداريه يفريها وبعدها يلتحق هنا بتيزي وزو ويبدا التدريبات. ربما قال لك باللي الاداره راهي فرصته باه يلتحق بسرعه، وان شاء الله لما لا، لانه بن شيخة يحتاج في حتى يدخله في الخطه ويبدا موسمه مع الشبيبه ان شاء الله. ما تقلقوش، القضيه مفريه وبودبوز سيكون خلال خضم هذا الاسبوع ان شاء الله، بدايه من اليوم، قادر حتى يوصل اليوم. قضيه بن شيخة ويوجه خطابا للاعبين. ها هنا امامكم حسب جريده كومبيتيسيون غادي يسميوه الجنرال. قال لك علينا ان نبدا البطوله بقوه ان شاء الله، ولما لا البطوله بقوه. قال لك في يعني صريح جدا، بورك باي فوت، يعني اللي قوي ربما ومحضر جيدا ويكون عنده فعاليه راح يفوت وراح يلعب المباريات. هذه هي عقلية بن شيخة هذا العام مع شبيبة القبائل. هذه حاجة مليحة وتحفز ربما الأنصار أكثر وأكثر، وقال لك يجب أن نلعب على الفوز ولا غير الفوز، الفوز فقط في ذهنية بن شيخة. نتمنى التوفيق ونتمنى بداية قوية لشبيبة هذا العام على غرار الأعوام اللي فاتوا اللي كانت شبيبة دائما تبحث عن نفسها. لايك على الفيديو، ابوني في القناة واتركوا لنا تعليق. ما تنساوش ابونيونا في القناة، دعمونا القناة، هي بحاجة لدعمكم. يلا بيف جياسكا، سلام.